السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ مزيان؟ رمضان مبارك سعيد، عواشركم مبروكه، النصف ديال رمضان داز الحمد لله. الله يكملوا على خير وبخير. في هذا رمضان كتكثروا من ماكله التمر ياك؟ ايوا دوك العظيمات اش كديروا بهم؟ اجي ونقول لكم. انا جبت لكم واحد الوصفه بدوك العظيمات ديال التمر، حتى حاجه عندنا ما ترمى، كلشي نافع ان شاء الله. وصفه غزاله وفعاله في تكتيف الحواجب، انبات الحواجب، ملء الفراغات اللي كتكون عندنا في الحواجب، وكذلك الرميشات ديالنا حتى هما التكتيف ديال الرموش ديالنا والتطويل ديالهم، وكذلك علاش لا حتى المقدمه ديال الراس وحتى الشعر كامل، علاش لا الا عندنا فراغات. هذه الوصفه هذه غزاله في التكتيف وفي ملء الفراغات، وكذلك في اعطاء لون اسود رائع 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 رائع. وصفه اللي مجربه، حطيتها شحال هذه في التيك توك، وجربوها البنات ورجعوا رحموا لي الوالدين، وحتى نتوما ان شاء الله انا متاكده الا جربتوا الوصفه كما غادي نعطيها لكم غترجعوا عندي وغترحموا لي الوالدين. وما تنسونيش من الدعوات ديال الخير، لان الهدف ديالي الاول من هذه القناه هو دعاوي ديال الخير، لان بها باش الحمد لله حنا غادي للقدام. اذا خليكم معايا حتى النهايه ديال الفيديو باش تعرفوا على المكونات وعلى الطريقه اللي كتبقى هي الاهم. ما تاخذوش المكونات وتزابيو، لان شحال من مره كترجعوا عندك كتقول لي الوصفه ما نجحتش معايا، راه كتكون بسبب الطريقه اللي ما خديتوهاش وكديروا الطريقه يعني غير صحيحه، وبالتالي ما كتنجحش معكم الوصفه. خليكم معايا حتى النهايه ديال الفيديو باش نتعرفوا على المكونات وعلى الطريقه، ودائما ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وتخليو لي شي لايك وشي تعليق زوين في حقكم. اذا شنو غادي نحتاجو؟ اول مكون غادي نحتاجو ليه هو العظم ديال التمر، او النواه التمر، او العلف ديال التمر، كل واحد شنو كيسميه هذا. اذا هنا غادي نحتاج 7 ديال الحبات. التمر هو هذا هو التمر كنقيوه بهذا الشكل هذا، وكناخذوا غير العظم ديالو او العلف ديالو او النواه ديالو، كل واحد شنو كيسميها، كناخذوا غير هذه فقط. اذا هنا غادي نحتاج كما قلت لكم 7 ديال الحبات، 7 ديال العظم ديال التمر. المكون الثاني شنو هو؟ المكون الثاني هو اللوز الحلو ماشي المر. اللوز الحلو غنحتاج منه 9 ديال الحبات. هاو هذا هو اللوز، غنحتاج منه 9 ديال الحبات كيف ما كتشوفوا. المكون الثالث والاخير اللي هو صراحه ماشي اخير، مازال مكون اخر. المهم المكون الثالث هو القرنفل او المسمار، كل واحد شنو كيسميه. وهذا نتوما كتشوفوا فيه، هذا هو القرنفل. نتمنى يكون واضح لان بزاف التساؤلات كيبقاو يجيوني. هو هذا القرنفل، كنحتاج منه معلقه صغيره، يعني هاد المعلقه هذه فقط، غير هكا معلقه صغيره اللي محتاجينها. شنو غنديروا دابا لهاد المكونات؟ هادو هما 3 المكونات اللي عندنا، باقي غنضيفوا مكون رابع. خليكم معايا باش تشوفوا الطريقه حيت مهمه جدا وتعرفوا على المكون اللي باقي لينا. دابا شنو غادي نديروا لهاد الشيء؟ غادي ناخذ واحد البابي الومنيوم بهذا الشكل، او الورق الالومنيوم او ورق القصدير، كل واحد شنو كيسميه، وغادي نوضع فيه هاد المكونات هذه، هاد الحبات ديال التمر واللوز والقرنفل بهذا الشكل هذا، وغادي نطوي عليهم بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا. شنو غنديروا دابا؟ غادي ناخذ النار بهذا الشكل، وغادي نحط فيها هاد الورق ديال القصدير هكا، نحاول نقص شويه، وغادي نخليه، ومره غادي نقلبو. ديروا شي حاجه، استعملوا شي حاجه باش تقلبوه حتى
نحسو بيه تحرق كامل. مره كناخدو وكنقلبوه بهذا الشكل هذا. صافي ها هو دابا تحمروا لينا. تقول لي باش تعرفوهم راه طابو. غادي يبدا شويه كيتحرق لكم هاد بابي الومنيوم، غتعرفوهم راه طابو. المهم كتعطيهم واحد 10 دقائق هكاك ولا هذا وكتقلبوهم. لقيتهم باقيين عاودوا ردوهم، يعني ما خاسرين والو، غير ردوا البال اللي يكون هذا سخون ويحرقكم. صافي هما ولاو بهذا الشكل هذا. كيوليو بهذا الشكل هذا. كيولي هاد العظم ديال التمر سهل انه يتطحن ويدق. اوبس سخون. صافي هانتوما من بعد ما برد غادي نوريكم بانه كيولي سهل انه يتقسم. شفتوا غير بيديا كنقسم الحبه، ساهل دابا باش يتطحن او يدق، ما تخافوش منه. شنو غادي نديرو دابا؟ غادي ناخذو وغادي نطحنو. نطحن هاد المكونات هادي جيدا. كل مره حاولوا تجيبوا هاد الجوانب هكا وتعاودوا تطحنوا حتى يتطحن لكم مزيان، حيت هو بحال شويه كيتعلق هنايا. هنا دابا شنو غادي ديروا؟ هنا عندكم الاختيار باش غادي نزيدو نطحنوا هذا الشيء، لان كما كتشوفوا كيتعلق شويه. شفتوا؟ باش نزيدو نطحنوه مزيان ويتطحن لينا مزيان غادي نضيفوا ليه عندكم 3 الاختيارات. اما زيت اللوز، هذا راه عندي مطحون على يدي زعما قدامي، اما زيت الورد، اما زيت الزيتون البكر اللي كيكون بدون ملح، ما فيش الملح. يعني اختاروا اللي متواجد عندكم واللي متوفر عندكم، اما زيت الورد او زيت اللوز الحلو او زيت الزيتون. صافي انا عطيتكم 3 الاختيارات باش ما تحيروش وما تقولوش هذه ما عنديش هذه ما عنديش هذه ما عنديش. اللي عجبكم ديروه. انا كنفضل الصراحه زيت اللوز الحلو، هو اللي غادي ندير دابا. زيت اللوز الحلو هو اللي غادي نضيف واحد الكميه قليله هنايا. بسم الله. غير واحد الكميه وغادي نعاود نطحن. صافي من بعد ما طحنتو بهذا الشكل هذا، شنو غادي ندير دابا؟ المرحله اللي غادي ندير غنجيب واحد هادي الليبه، عرفتوها اللي كنلبسوها. انا اصلا راه كنخليها غير لهذا الاستعمال، هذا الليبه اللي كيلبسوا العيالات، عرفتوها هي هادي. هانتو كتشوفوا انا اصلا مخليها لهذا الاستعمال، حيت واخا كنصبنها ما كتخرجش، كتبقى هكا. غادي نجيبها وغادي نحاول نصفي فيها هادشي. انا راه ديما كنستعملو، هانت باش ما تقولوش كنكذب عليكم. ها هي عندي القرعه ديجا مصوباها، ودابا بغيت نشاركها معكم عاوتاني وقلت ارا نصاوب وحده اخرى جديده. غزال البنات في التقويه ديال الحواجب، الرموش، حتى الشعر، علاش لا، اللحيه بالنسبه للرجال. غزال غير تبعوه وغادي تشوفوا النتيجه اللي غتحصلوا عليها. علاش بغيت نديرو هنا؟ باش ما كيبقاوش فيه دوك الحبيبات، باش واخا كنديروا العينيه ما كيبقاش داك الحجر هكاك في العين. غادي نخويه كامل. شتو هو بدا كيهبط هنا.
المهم راه غادي توسخوا لوداتكم ما فيها باس. هانتو بهذا الشكل هذا، شفتوا كيفاش كيتعصر؟ شوفوا اللون اللي كيعطي البنات، شوفوا غزال غزال والله. واخا نقدر نشكر فيه راه البنات جربوه، البنات اللي متبعيني في التيك توك راه جربوه وعجبهم بزاف بزاف بزاف، النتيجه ديالو خياليه يا البنات والله. المهم انا غادي نعصرو مزيان نعاود نتلاقى معكم. صافي، وغادي نجيب واحد العلبه هكا تكون عندكم نقيه بهذا الشكل، وغادي نحاول نفرغ فيها هاد الكحول اللي حصلت عليه. بغيتو تضاعفوا الكميه ضاعفوها، الا كنتو غتستعملوا حتى للشعر ديالكم ضاعفوا الكميه. كنتو غتستعملوا غير للحواجب ولا الرموش راه هذه كافيه حتى تسالى وعاودوا. هو راه كيصبر مده طويله ما غيخسر ما والو، ما يوقع ليه حتى حاجه حيت المكونات كلها حمصناها. وعاد ملي درنا الزيت راه ماده حافظه يعني ما تخافوش منه، ما غادي يدير لكم حتى حاجه. انا ما كيخطانيش هذا دائما عندي الحمد لله، يعني لقيت عليه لان انا عندي مشكل ديال الحساسيه في عيني في واحد الفتره من السنه. ملي كيبدا داك النخيل ديال الزيتون يعني شفاري كلهم كنطيحهم بالحكام، كينفعني غير هذا باش كنرد شفيراتي. صافي ها هو حصلنا عليه بهذا الشكل هذا. غادي نقول لكم دابا طريقه الاستعمال ديالو. الوصفه ديالنا ها هي وجدات كيف ما شفتوا معايا. هنا يقدر يجيني واحد التساؤل، هو واش ممكن تستعملوا زيت الخروع؟ الا كنتوا غادي تستعملوها للعينين ديالكم من الداخل ما ديروش زيت الخروع، لان كنعرفوا الاضرار ديال زيت الخروع على العين. الا كنتوا غتستعملوها غير للحواجب والشعر واللحيه بالنسبه للرجال ممكن ديك الساعه ديروا زيت الخروع، ما كاين حتى مشكل. المهم هو ما يقيش لينا العينين ديالنا. ولكن احسن حاجه هو زيت اللوز الحلو، صراحه حتى هو النتيجه ديالو فعاله وعن تجربه شخصيه والتجربه ديال البنات. واحد النقطه اللي نسيت ما قلت لكم، الا بغيتوا تستعملوه بالنسبه للبنات والعيالات، الا بغيتوا تستعملوا هاد الوصفه هذه ككحل طبيعي، حتى انا كنديرو راه كنت شاركته مع البنات، هو انه مني طحنوه ما تزيدوش الزيت. مني طحنوه غتشدوه غتغربلوه في ديك الليبانيت اللي غربلنا فيها، غتغربلوه مزيان حتى كتحصلوا على واحد البودره رطبه صافي، وكتحتفظوا بها وكتوليو كتاخذوا داك العود ديال الكحل وكتكحلوا به العينين ديالكم. راه غزال غزال غزال، هو اللي مكحله بيني دابا كيف ما شفتوا. يعني هاد النقطه فلتات ليا نسيت، حتى ضفت الزيت وعاد وانا نتفكر، ولكن قلت غادي نشاركها معكم. الا بغيتوا تستعملوا ككحل طبيعي راه ممكن غير ما تضيفوش الزيت، لان الزيت غيبقى يسيح لكم. تفهمنا؟ الا كنتو غادي تستعملوها غير من اجل التكتيف وملء الفراغات وتطويل الرموش والشعر والحواجب، ديك الساعه ضيفوا الزيت. كما قلت لكم كنضيفوا الزيت وكنحتفظوا به هنايا. ممكن تضاعفوا الكميه وتخليوها راه ما غاديش تخسر، باش ديروا جغطينه وحده ما تبقاوش كل مره مرونين الدنيا ومجغطنين كلشي ديروا كميه كبيره واحتفظوا بها. طريقه الاستعمال ديالو بالنسبه لي انا شخصيا كنديرو من الليل. شنو كندير؟ كناخذ عندي هذا الريسيل هذا قديم يعني غسلته صافي ما بقيتش كنستعملو، خليته خصيصا لهذا اللون اللي كتشوفوا الكحل راه ديال هذه الوصفه هذه. كما وريتكم انا راه ديجا مستعمله، راه وريتكم القرعه. صافي كناخذها كنغطسها هنايا وكندوزها على الحواجب ديالي. ما بغيتش ندير قدامكم لان شويه غادي تعمر لي الحاله. المهم كنديرها للحواجب، كندوزها على الرميشات ديالي حتى هما من الفوق ومن التحت، مقدمه الراس الا بغيتو. بالنسبه للرجال ممكن كذلك تاخذوا العود الودنين اللي فيه القطيين وكديروها للحيه ديالكم هكا ديك الفراغات اللي عندكم، ومقدمه الشعر اللي عندكم هنايا فراغات كذلك. وصفه اللي غزاله غزاله غزاله، تبعوا المده ديال الاسبوع غادي تبدا تبان لكم النتيجه، وانتم استمروا عليها تولي عندكم وصفه معتمده ما تخطاكمش دائما في الدار. كتعطي كما قلت لكم حتى اللون اسود رائع، واحد اللمعه كتولي غزاله غزاله غزاله. راه الصباح ملي كتنوضوا وكتغسلوا راه واخا كتغسلوا كتبقى سبحان الله شاده ديك الكحوله في الحواجب ديالكم وفي الرموش ديالكم. ممكن لما بغيتوش تنعسوا بها لان شويه غادي توسخ لكم المخده، راه ممكن تخليوها ما بين ساعه فما فوق. اقل من ساعه لا، خليوها يعني اقل شيء ساعه.
تفهمنا، باش تعطي المفعول ديالها صافي. ومن بعد غسلوها. بغيتو كذلك ديروها في الليل قبل ما تنعسوا بواحد الساعه د المكانه، ومني تبغيو تنعسوا غير مسحوها ونعسوا حتى الصباح عاد غسلوها، غير باش ما توسخش لكم المخده. ممكن كذلك، المهم لكم الاختيار، غير هي قل من ساعه ما ديروش، يعني حاولوا ديروا ساعه فما فوق باش تشد معكم الوصفه. نتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم، وتحياتي، وما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناه دائما، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.